برشلونة كان قريب جدا من الريمونتادا، عملوا مباراة كبيرة، سيطرة مطلقة على الشوط الأول. اللي يدافع قدام برشلونة يخسر. هدف أول وتاني وتالت، لأنك ركنت في الدفاع. المباراة الأولانية من أول مباراة ما بدأت وأنت مهاجم، ودايما هجوم أتلتيكو مدريد من على الأطراف، بحيث إن عدد اللاعيبة أقل، وفرصة إنه لاعب يراوغ لاعب أو يعدي من لاعب أو وصولهم للمرمى أسرع وأقرب وأسهل. لكن هتلعب من عمق، طبيعي برشلونه بيضغط بعمق، بيضغط بعدد لعيبه كبير جدا، فهتروح فين بالكوره؟ لكن دايما الهروب على الاطراف بشكل رائع جدا، تفكير عالي جدا، مدرب منظم جدا في الدفاع. لكن برشلونه المهارات تفك اي دفاع. اخترقوا دفاع اتلتيكو مدريد في هدف اول وثاني وثالث بصراحه شغل عالي جدا، سواء من لامين يامال او رافينيا وكل اللعيبه الموجوده وبدري، كل النجوم الموجوده في برشلونه عملوا مباراه تاريخيه. كانوا ممكن يرجعوا في اي وقت ويسجلوا الرابع والخامس كمان، لكن تكتل دفاع اتلتيكو مدريد، واتلتيكو مدريد بدا يمص الوقت ويضيع، وبدا الخوف والقلق بعد الهدف الثاني، فبدا يضيع وقت وبدا يمتص حماس لاعبي برشلونه، وبدا يتكتلوا في الدفاع، مش عايزين الكوره، يرجعوا ورا يحافظوا على 3-0 اللي تأهلهم، ولا يدخل فيهم جون رابع ويخرجوا من البطوله، او يروحوا الاكسترا تايم وممكن كمان يطلعوا. وحارس مرمى اتلتيكو مدريد عالمي، تصدر اكتر من كوره، بصراحه سبب من اسباب تأهل الاتلتي الى النهائي. نص ملعب اتلتيكو مدريد رائع، جريزمان كان ممتاز، وكل اللعيبه كانت في حالتها النهارده. لوكمان ما كانش اللي هو، لكن ما كنتش مع خروجه لانه ادى اداء رائع جدا. وسورلوس لما نزل بصراحه عمل اداء رائع جدا وضيع اكتر من كوره. لو في تركيز في الفينش كان سجل هدف. الهدف ده كان نهى المباراه وقضى تماما على احلام وطموحات برشلونه، الفريق اللي عمل مباراه اسطوريه وكان قريبا جدا من الريمونتادا. اتلتيكو مدريد بيخرج بالكره تحت ضغط بشكل غير عادي، مش طبيعي، بشكل منظم على الاطراف، بيطلعوا مثلثات يا جماعه، اكتر من باص كده وفي ثانيه تلاقيهم عملوا مرتدات او تحولات من الدفاع للهجوم بشكل غير عادي. اتلتيكو مدريد عمل مباراه كبيره، برشلونه افضل في الشوطين واحسن، لكن اتلتيكو مدريد عرف يعدي المباراه الى بر الامان، وقدر ان هو يتاهل رغم الخساره بثلاثيه. لكن برشلونه قدم مباراه عظيمه.